وكتب لك زين شرت اطفالك تخاف عليهم وانت ماخذها ليش؟ ولا كان لسه حالة النيد ولا تريد التجفيف. فطومه ليش حرمتها من المدرسه؟ شو تنوع لي بس خلي وضربت البنات هنا وهنا زين. اول ضربه وين وقعت؟ بياهم منهم. الزغالة ايش قد عمرها كان؟ ايش قد يعني عمرها؟ شنو كانت شايلة اختها لو تمشي مشي؟ يعني هاي جوز ما تقدر تنزل وش تطلع على التحقيق. ايش قد عمرها؟ سنة ونص. شايلتها اختها وجايه قربت. نعم. وبعدين كملت عن الكبيرة لو على الأصغر. وبعدين رجعت على بنين. فعلا هاي وهاي شروق خاصة. وين الفاعل؟ وين خليت؟ هاي شروق الخاصة. وينك عقيل؟ هنا نفس هذا مكانها خليتها وعلى هاي وضعيتها لو كانت واقفة. على هاي وضعية. خوش حكي. وصلنا لحد هنا. اوكي؟ بس بالك وياي. انت الفعل بعد صار بعد ما يفيد كل شيء. بس خلينا نبين الحقيقة للناس حتى ما تؤول غير تأويلها. انت الان وصلت هنا، زوجة اخوك ما كانت موجوده وما درت بيك، طلعت القاصه وخليتها هنا. الان انت خليت القاصه هنا. شنو اجراءاتك؟ هسه سويت القاصه انت. هي طقيتها القاصه. شنو صار بعدين؟ واضح هي نعم واضح. كانت هنا بالمطبخ قاعد تغسل ماعين، مو لو هيك واقفه. نعم تغسل الماعين. تغسل الماعين. من دقدقت انت؟ انتبهت هي، شنو هذا الدق؟ صح ولا غلط؟ صحيح. زين. اجت لقيتك قاعد تدقدق. شنو الحديث اللي دار بيناتكم؟ هي قالت ليش هاي شنو هاي؟ انا طقيتها. يعني هيك ولكن ما حكيت وياها مجرد راسا شلت الطبر وطقيتها؟ وين مكان الضربه يا استاذ؟ تعال تمشي. انت هي الان هنا وقفت بالباب بالضبط وحكيت وياها؟ هناك لهنا وقف المكان بس اسمع لي. هي الان وقفت هنا بالضبط وبدات تتحدث معك. اني دا ابين لك الحاله، دا اقول لك انا واقف هنا وامثل لك المرحومه الله يرحمها. دا اقول لك الاتي، دا اقول لك قاعد اضاوع لك شفتك انت قاصه باطحه وقاعد تدقق بيها. فانتبهت عليه قلت لك ها عقيل، قلت لك بس ها عقيل. لو قلت لك ها عقيل هذا التليفون راح اخاطر محمد مثلا. هي قالت شنو هاي؟ اي سالتك شنو هاي؟ اي وبعدها هي هاي على هاي السالفه وانا طقيتها هناك وقعدت. لا انا هسه واقف هنا امثلها. سالتك قلت لك ها عقيل شنو هاي؟ وانت اجيت تركض، اجيت تبرد اعصاب تمشي. لو مثلا حكيت لك كلمه كلمتين وجيت تتمشى عليها شنو صار بالضبط؟ لا هو جيت راسا طقيت. راسا جيت طقيت. راسا اجى ضربه. خلينا نكمل. خوش حكي. يعني اجيت راسا وضربت الضحيه الثاني. نعم. ضربتها ضربه واحده لو اكثر؟ ما ادري ضربه واحده ضربتين او تقريبا ضربتين. زين. وين وقعت بالضرب؟ ما ادري يمكن هو هنا. وقعت بهذا المكان؟ اي وقعت هنا. خوش حكي. انكسرت انفتح الباب. سويت؟ هاي البنيه هي هنا هي من هون الحين. البنيه حاطها جوا الدرج، جبتها من جوا الدرج. حاط طحين هنا، فرغت الطحين واخذت البنيه مالته. لو اكو قواني فارغه، اكو مثل هاي بنيه فارغه عندكم هنا هواي قواني، هاي واحده من عندي. جبتها خليتها هنا وبديت تخلي الفلوس بالقونيه، مو؟ وراها صار تحت الغرف. راح افسر للمشاهدين نعم. شلون صارت الشغله. انت الان رجعت لهنا قاعد تجمع الفلوس وتحطها بالبنيه، بنيه مثل هاي. الان ندق الباب، طلعت انت للباب لقيت ام جواد. ام جواد سالتك قالت لك ابو جواد وين؟ قلت لها طلع. صح ولا غلط هذا الحكي؟ بعدين ايش قلت لها؟ قلت لها ام جواد تعال خلينا نشيل انا وياك هاي القنينه. اي قالت لي وانا بجواد قلت لها ما هو وراها. وين راح؟ لي برا، طلع لي برا، مو؟ ووراها قلت لها تعال خلينا وخلته وراح. من مدت ايدها سوت لها انت؟ لزمتها من ايدها. صح ولا غلط؟ وبعدين هي من خوفها مرعوبه شافت بدي اقدم
سحبت ايدها. أي. هذا حكيها هي مو حكي. أي. لان هي المراه انا اخذت افاده من عندها. نعم. زين؟ بعدها ايش سويت انت؟ خليته ورحت. بعدها بعد ان عرفت ام جواد عرفت بيك وشكت بيك، ايش سويت؟ اخذت القونيه وعفت الفلوس والذهب اللي بالقاصه، شلت القونيه وعلى السريع طلعت تركض واجرت اقرب تاكسي. المهم هسه انا درجت معلوماته، فمن كتبت معلوماته هو يتلفت على اعتبار هو مرتبك، فبعدين فتحت الجنطه لقيت بيها فلوس، علاقتين، علاقه كبيره وعلاقه صغيره. اي فبعدين لقيت علاقتين سود، علاقه كبيره وعلاقه صغيره. المهم قال انا من سكنه كربلاء، احنا دائما اهل الديوان سكنه الديوانيه عندنا معلومات من الامن السياحي ممنوع سكنه الديوانيه بس المحافظات، فهو على اعتبار هو يريد يسكن بالفندق فقال لي احنا من سكنه كربلاء حي الانصار. نعم. المهم قرب المستوصف. اي زين العلاقه الشركه السعوديه. العلاقه هاي السوداء، هاي العلاقه اكل. جابه من مطعم وجاي طابخ. اي مو هو ها هسه اي هو جاي عنده اكل، فوق كل هذا ارتبك، راح رجع وين؟ رجع على البرة على اعتبار شنو؟ يشتري من برا. انت هنا شكيت فيه. فانا شكيت وعرفت انت عرفت انه اي طبعا اي بس انا صرت عفوي على اعتبار هو بعد هاي المسافه. لا اتصل فيه ولا لا بعد هاي هنا بهاي المسافه اتصلت هنا حتى تشوف يعني وين راح. فبعدين من تبعته لاقوا الشرطه برا. من طلع من الفندق شخصت الولد، من شخصته سألته شلون عرفت يعني شخصته؟ لأن عرفاني الولد عرفه. عرفه شخصيا يعني؟ عرفه وجه نعم. إلي ساعة. قلت له وين تريد؟ قال اريد بيت اختي. وين بيت اختك؟ قال بيت اختي بالديوانية. وين تشتغل؟ قال اشتغل انا ببغداد. نعم. وين ببغداد؟ قال اشتغل عمال انا. نعم. قلت له هسه وين متوجه؟ قال رايح البيت اختي. قلت له بدك تنزل الجنطه؟ نزل لي الجنطه. اعطيني هويتك، اعطاني هويته. حطيتها بجيبي. صراحة جبت من عنده عبال شايل سلاح. نعم. اجوا الولد جماعتي. نعم. كلب تشوف. من مباشر. اي. ما قاومكم؟ ما قاومنا. اخر شيء شنب عليه. نعم. قال انطيك شده. نعم. فدهدني. نعم. قلت له تعطيني شده، هسه من توصل هناك اعطيني اياها الشده. تم القاء القبض عليه في شارع سينما الثوره وبحوزته مبلغ كبير من المال والذي تم سرقته من القاصه الموجوده في دار اخيه من قبل مفارز ودوريات النجدة المرابطه في شارع الثوره من مدينه الديوانيه. واحد ابو بس ولك ليش سويت بي تدري ما عندي غير ليش خليت بي الخيمة ليش يا حبيبي ليش شقل لك يا حبيبي ولكنه كله ورقوق لا طبيب ولا تردون ولا عاجة انسانكم لا مع شكل انسان لو انت شنو لك صار ليش شقل اقول لك المصارين بالوسخ لك شان بيتك وكله ولك ليش يعطيني هاي انا ناطيكم مكان ان شاء الله ليش سويت هيك انا باخذ حساب وما وقف على حساب ولكن النهار كلها تجي تلقى فوق كلها اذا بخدمه السيارات تحكي علي اهل السيارات يقولوا لي ليش يحطون علينا ليش شعب شو اقول لك بس اقول لك مسلمتك بيد الله وحد هو ياخذ جزاء الله والحكومه هاي الشرف الله
الضرب الوحيد هذا.